السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الجو بقى ساقعه والواحد الجو بره دافع عن البيت. يعني الشارع تلاقيه دافي والبيت ساقع جدا، حاجه غريبه. فرحت قلت بقى تعالي نعمل حاجه كده في الفرن، ندفي المطبخ بتاعنا وندفي البيت بتاعنا بمكونات بسيطه وموجوده في البيت. جبت بقى عندي كيلو دقيق، وحطيت عليه معلقة بيكنج باودر، وحطيت عليه نص معلقة ملح، وحطيت عليه معلقتين سكر، وحسيت ان هو كان محتاج سكر اكتر من كده للقرص. وحطيت عليه كان عندي كيس لبن نيدو كده صغير، حطيته عليه. كل ده حطيته حاجات بسيطة جدا، ما خدتش معايا ثواني. وكان عندي برضو خميره جبتها وحطيتها في شويه ميه سخنين مع معلقه سكر. الخميره كانت ناجحه جدا لدرجه ان عملت فوم جامد جدا اكنه كابتشينو. وعندي شويه لبن كده صغيرين كانوا فاضلين عندي كده، رحت حطاهم برضو، يعني حتى تلاقيهم صغيرين جدا. فرحت حطاهم، وكل دوت قلب 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 كده. قعدت اقلب، وعندي كوبايه نصها زيت ونصها سمنه. عايزين تحطوها كلها سمنه حطوها، بس انا حطيت نصها زيت ونصها سمنه. برضو كل ده نزلته كده على المكونات بتاعتي اللي هي الدقيق والبيكنج باودر واللبن والخميره والملح والسكر، ورحت نازله بيها زي ما انتم شايفين اهي. ده الكوبايه بتاعتي، وابتدي ان انا اعجن بايديا كده. جو ساقع جدا، فقلت بقى الواحد ينشط نفسه كده ويدفي مطبخه ويدفي بيته. شايفين؟ هبتدي ان انا اعجن كده واحط انزل السمنه بزيت واحده واحده زي ما انتوا شايفين كده. مفيش اسهل ولا اجمل ولا اطرى من كده عجينه فعلا. ما خدتش وقت معايا ولا تعبتني، وكانت ناجحه جدا زي ما انتوا شايفين. ودي النتيجه، شايفين طريه ازاي؟ شايفين؟ هبتدي بقى ان ادهنها شويه زيت بسمنه. فضت كده شويه تحت في الكوبايه، دهنتها بيها وسبتها، غطيتها وسبتها تخمر. بعد ما خمرت بقى مسكتها، جبتها كده عندي، وابتديت ان انا اخد قطعه صغيره واعملها زي الكوره كده زي ما انتوا شايفين معايا. جبت بقى الصينيه بتاعتي كده ومسحتها كويس، نشفتها، ولا هدهن فيها اي حاجه، مش هدهن فيها اي حاجه خالص. هبتدي ان انا اخليها كده، لان اصلا العجينه هتنزل الدهان بتاعها عشان احنا حاطين لها سمنه وزيت، فهي هتبتدي ان هي تنزل الدهان بتاعها، فهي هتستوي على كده زي ما انتوا شايفين. ببتدي ان انا اخد قطعه من العجينه، هوريكم اهو دلوقتي، واعملها زي الكوره. شايفين؟ انا عايزاها تبقى متساويه. العجينه كانت ناجحه جدا وطريه بطريقه فظيعه. شايفين؟ ببتدي ان انا اعملها كده كوره، واروح ضغطاها على الكونتر عندي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وابتدي ان انا، وممكن اصلا ما تعملهاش بكوبايه، ممكن بايدك كده، بس انا كنت عايزاها تبقى متساويه. ابتديت بقى ان انا افتحها كده، اعمل لها اخرام كده، لان كانت العجينه، يعني هي كانت، انا حطيت كيس خميره، هي كانت محتاجه نص كيس خميره، كانت انا ابططها وهي تعلى جامد جدا. ابتديت بقى ان انا اعمل، كان عندي شويه مربى كده صغيرين، فقلت اما اعمل ايه، شويه بالمربى، كانت طعمها فظيعه. فجبت بقى كده زي ما انتوا شايفين قطعه، كورتها ورحت حطاها، وابتديت ان انا اقفلها بالشكل ده بالمربى. عايزين تحطوا جبنه حطوا، عايزين تحطوا عسل حطوا، عايزين تحطوا شوكولاته حطوا، الحاجه المتاحه عندكم حطوها. مش عايزين تحطوا حاجه ما تحطوش اصلا. هي القرص الفلاحي بطريقه يعني بتبقى جميله، تحطي فيها اي حشو. شايفين كده؟ هبتدي ان انا ابططها كده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ان انا احط قطعه مربى صغيره جدا. ليه صغيره؟ انت بخيله ولا ايه؟ لا، ده مش بخل، عشان خاطر لو حطينا كتير المربى بتبظ ومش هتعرفي تتحكمي فيها. شايفين بقى؟ افضل ان انا اقفلها من جميع الجوانب كده على طريقه دوريات بيضاويه كده، وابتدي ان انا اعملها كده بايديا، وابتدي ان انا اضغطها واروح حطها في الصينيه جنب اخواتها. مفيش اطرى ولا اسهل من كده عجينه، والله جميله جدا.
عايزه اقول لكم اني ما قعدتش تقريبا، او عقبال ما كنت بطلع من الفرن ياخدوها وياكلوها. يعني كانت عشوة بسيطة وسهلة ولذيذة وسخنة وصبحة وفيها كل حاجة حلوة. شايفين؟ هبتدي ان انا اكررها تاني. ايديا وجعتني بقى، بقيت ان انا اعملها ببطن ايديا. هو العجين حلو وسهل وكل حاجة، وحاجة جميلة كده في البيت، بس متعب. يعني عايز حد في صحة يفضل يعجن بقى كده وفي دراعات والواحد صحته يعني كده. ربنا يعيننا. شايفين؟ ابتدي ان انا اكورها كده زي الكورة وارجعها تاني واروح ضغطاها كده. شايفين؟ اهو ده اللي بقولكوا عليه، المربى باظت من الجنب اهي. شايفين باظت ازاي من الجنب؟ ابتدي ان انا اكمل تاني. الموضوع المربى اللي كان بيبوظ ده كان مضايقني، فانا ما عملتش كتير. قررت ان انا بعد ما تستوي ناكلها بالمربى. عايزه اقول لكم ان انا كنت بجيبها اقسمها بالنص كده واحط فيها المربى واكلها. ايه الجمال والحلاوه والطعامه دي! ايه ده بجد! تسلم ايدي، انا بجد فخوره بنفسي. شايفين المربى بتبوظ ازاي؟ انا بالنسبه لي بقى افضل ان احنا كنا نحشيها بعد، هي عايزه حاجه صلبه تتحشي بيها عشان ما تطلعش من الجناب، عجوه، ملبن كده. لكن المربى كان بتطلع من الجناب، فكان بالنسبه لي افضل في التجربه ان احنا نحشيها بالمربى ولا نحط فيها مربى بعد ما تستوي. لا، كانت تجربه افضل ان احنا نحط فيها مربى بعد ما تستوي. هي نفس الطعم وهي نفس النتيجه، بس يعني من غير ما نلحوس والمربى تبوظ من هنا وتبوظ من هنا كده. شايفين؟ من العجنات، من الطريقه دي، من طريقه من انجح الطرق بتاعه العجينه اللي انا عملتها، وسهله سهله سهله سهله. والله انا ما نزلت جبت حاجه من بره. اصلا انا من طبيعتي ما بختبرش ايه الخميره، بس اختبرتها لان الخميره دي عندي بقالها فتره، فقلت اختبريها عشان خاطر احسن تكون يعني مدة الصلاحية بتاعتها منتهية او حاجة وتبوظ لك تعبك. يعني لان الواحد مش بيعمل حاجة بالسهل، والحاجة بقت غالية يعني وبتكلف. دي بعد ما ابتدت ان هي تخمر تاني، بعد ما بعملها كده بسيبها بتاع حوالي 10 دقايق ان هي تخمر تاني، تلاقيها نفخت، وبعدين بضغط عليها تاني. شوفي دي بعد ما ضغطت، بعد ما سبتها تخمر، يعني بعد ما عملناها سبتها لقيتها خمرت وعليت جامد، بقيت ان انا اضغط عليها تاني كده بايديا ان انا اهبطها، وهبتدي ان انا اخرمها برضو خرم تاني بالطريقه دي زي ما احنا خرمناها في الاول بالطريقه دي. هبتدي بقى ان انا اخدها وادخلها على الفرن على نار متوسطه من تحت. اول ما ابتدي ان هي احس ان هي خدت حمار بسيط من تحت، انا كان عندي شويه زيت على سمنه كنت سايباهم كده، هبتدي ان انا ادهن الوش بالسمنه على زيت اللي كانوا بايقين عندي في قعر الكوبايه كده، في اخر الكوبايه هدهنها كده زي ما انتوا شايفين. وهبتدي ان انا افتح عليها الشوايه، بس تقفي جنبيها، ما لا تروحي يمين ولا تروحي شمال. لو تقدري ان انت يعني كل دقيقه تحطيها كده في الشوايه، وكل دقيقه تفتحي عليها، كل دقيقه كل نص دقيقه تفتحي عليها تبصيها وتلفي وتلفي الصينيه، لان انت لو سبتيها هتحمشي منك جدا، هتبقى حمرا جدا منك. شايفين؟ دهنتها اهو، ما كلفتش اي حاجه. ودي كانت النتيجه بعد ما اديناها وش. انا عايزه اقول لكم الصينيه دي كلها كانت مليانه، بس زي ما بقول لكم شايفين طريه ازاي، شايفين بقى جميله ازاي. اول ما طلع في الصينيه يروحوا واخدينها واكلينها، ما خلوش اي حاجه خالص، وبالهنا والشفا طبعا على قلوبهم. هتشوفوا بقى الباقي اما اطلع الباقي. شايفين طريه ازاي؟
والله العظيم طريه جدا. فينو على فكره، احنا لو كنت عملتها صوابع فينو كنت هفتحه واحشيه جبنه او مربى. شايفين الجمال والله. بجد والله مش شكرانين في نفسي، بس الطريقه دي بسم الله ما شاء الله عليها. شايفين الطريان بتاعها ازاي. عايزين تحطوها تعينوها في الفريزر بقى، عايزين ممكن تتحفظ بالفريزر بمنتهى السهولة، يعني مفيش أجمل ولا أطعم من كده. اعملوها وبإذن الله الطريقة دي هتعجبكم إن شاء الله. بإذن الله الطريقة دي هتعجبكم. ولو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة، وتعملوا اشتراك في القناة، وتعملوا لايك للفيديو. شايفين